السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 200 خطأ في العقيدة. وخطأ اليوم يا أحبابي هو قول القائل عند الكوارث الطبيعية غضب الطبيعة أو ثورة الطبيعة. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بنسمع كتير من الناس يا حبايبي عند حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والبراكين والأعاصير، عافانا الله وإياكم من كل ذلك، يقول بعض الناس عند رؤية ذلك إنه غضب الطبيعة أو ثورة الطبيعة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن مقاليد الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى. ووالله ثم والله لا يحدث شيء في الكون إلا بتقدير الله، وكل ما نراه من الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير ما هي إلا جند من جنود الله سبحانه وتعالى، لا تتحرك إلا بإذنه وأمره وتقديره. ونحن نعلم أنه لا يتحرك شيء في الكون كله ولو كان ورقة شجر إلا بأمر الله وبتقدير الله وحكمته، وأنه لا تنسب الأفعال للمخلوقات أبدا. فالصواب أن نعلم أن تلك الكوارث يرسلها الله عز وجل عقوبة أو إنذارا، وركزوا في الجملة، عقوبة للكفار أو إنذارا للمؤمنين، وأن الطبيعة ليس لها سلطان في هذا الأمر، فقد قال جل في علاه: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله أكبر. وقال جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. فكل ذرة في الكون لا تتحرك إلا بأمر الله وبإذنه وتقديره وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى وجل جلاله. فما فيش حاجة اسمها غضب الطبيعة ولا ثورة الطبيعة، وإنما تلك الأشياء هي جند من جنود الله يأمر الله عز وجل بها أن تتحرك، أو يرسلها الله عز وجل إما عقوبة للكفار أو إنذارا للمؤمنين لعلنا نتوب ونرجع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة صادقة نصوحا ترضيه عنا، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.